الإعلام التونسي كان ديما يحاول يخلق البوز أي طريقة ممكن، سواء بالفضائح اللي تصير في البرنامج ولا بالإغراءات الجنسية اللي تصير طول البرنامج. المثير للجدل إنه الإعلام العوام الآخر واللي استغل في حاجة جديدة باش يخلقوا البوز، واللي هي استغلال الدين. واحدة من أكثر الحلقات اللي ما زالت ضربة في اليوتيوب وما زالت تجي فيوز هي حلقات برنامج استوديو نوف متاع التاسعة. الجدير بالذكر إنه الحلقات ديما يجيبوا أكبر نومر دو في هما يتعلقوا بالشخص هذا عبد القادر محمد، واللي كما يعرفوه التوانسة يدور لاتيس. يدور كان يخدم كمغني وبعدها دورها كرونيكور في برشا برامج. في كل حلقة كان يحضر فيها كان ديما يحاول يعطي في نصائح دينية وأخلاقية، لكن في نفس الوقت كان يعمل في أفعال ضد تعليم الدين الإسلامي. سؤال لما تروح لهنا، هل قدر منافق؟ الدور الارتيست وتعرف من لو على الموسيقى اللي يعمل فيها، ونعمل برشا حاجات يندم عليها كما لو شاف الاخراج وصرح انه ندم عليه. دور القدور بدات بعد ظهوره في تونس عام 2020، ونحضر لك كرونيكور في برشا برامج كما استوديو نوف في التاسعة، اللي خلى قدور مختلف عن الكرونيكورات الاخرين في شخصيتها الملتزمه اللي تناقض افكار معظم اللي يحضروا في البرنامج. اكثر حاجه خلت قدور محبوب مشهور بين التوانسه هي مواقفه للدفع عدي في البرامج اللي يحضر فيها، تلقاو ديما يتجادل ويتعارك مع فنانين الضيوف ولا كرونيكورات يخدم معاهم في نفس البرنامج كما حسن بن معتمام، وفاء مريزق، الفهري، معز دينيس وبرشا اخرين. اكثر وحده كانت ديما تتعارك مع قدور هي هنا الفهري، ونلقاو كل ما تصرح بحاجه بيزار في البرنامج لازم قدور يتدخل ويرد عليها. ونركزوا شوي نلقاو اكثر الجدالات متعلقه باختلاف الافكار ومعايير المجتمع. وهنا الفهري معروف بتبعيتها للافكار الغربيه كما التصوحي بالشراب واي حاجه من نفي الدين الاسلامي. واحده من اشهر اقوال هنا الفهري اللي سبب لها مشاكل ساهمت في شهرة قدور وتصريحها بتأييد فكره الغاء عيد الاضحى في تونس، وسببتها برشا ان الحيوانات تبكي ونهار العيد وتبقى خايفه. راهو نحترم الأعياد والشعائر الدينية مقدسة ويا ربي سامحني، أما فرانشمون برافو على قرار إلغاء العيد الكبير. ماهوش قرار مازال ماهوش قرار هو. أنا عمري ما حبيته خاطر عمري ما حبيته بالحق وعمري ما فرحت بيهم. اللي أنا صغيرة عندي فوبي من العيد الكبير، أما سي أوغيبل. تخيلوا العليل ليش مساكن يبيتوا ليلة كاملة يبكيوا والصباح يقوموا يلقاهم ماتوا. صحيح هذا زيادة على انه مبتذل على الاخر وجاي من شخص جاهل بالدين ما يعرفش انه الذبح الاسلامي هو اكثر طريقة انسانية قتل الحيوان، فهم برشا علماء تاكد الشيء هذا. زيادة على ذلك انه تصريح مهين للدين الاسلامي ويمس بهوية المجتمع باش يعمل ردة فعل قوية برشا في البلاد، ويقدر استغل اللحظة وجاوب عليها بالقرآن والسنة وخلى كافة المتفرجين تميل لصالحه. خويا العزيز بالنسبة للقرار هذايا خليني نذكر اللي راهو العيد شعيرة من شعائر الله اللي وجب احترامها وعيد مقدس. خويا تحب انت ما تعيدش، تحب تدعو الناس باش ما يعيدوش امورك، اما انك تدعو الى الغاء شعيرة من شعائر الله سامحني، ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. وبالله بالله بالله انت لو كنت تحترم بالحق الاعياد يا اخت هناء ما تقولش الكلام هذا. خليني نقول لك والله اني اعجب لمن من امرك لا يعجب. والسلام عليكم. الفيلم نلقاها في برشا حلقات اخرى في تصاريح منيفه للاسلام. مره قال بلي راجل احلامه لازم يهز الحواس به في باريس ويظهر عاصمه كوريا الجنوبيه تربها السجو اللي هي تسمى الكول وري اول نهار ليهم. بس الحد هذا على قد ما استفز العباد على قد ما يحبوا قدور خاطر العباد لقاو في البرنامج واحد يوصل صوتهم، ولكن خلى شعبيه قدور فجر بين مواقع التواصل الاجتماعي. خاصك تقص اللقطه اللي دفع بها الدين بايه من القران. يمكن اللقطه هذيك عندها قرابه 4 سنين ومازالت تدور في يوتيوب وفيسبوك والناس مازالت تتفرج وتناقش وتدعم في راي قدور. نلقاو الكومنتات الكل يدافعوا على قدور ويمجدوا فيه خاصة الجزائريين، في من يستشهد بقول العلماء وفي من يستشهد بالمسلسلات. أنا في الجزائر شخص مثل قدور كل أم تتمنى أن يكون ولدها وكل أخت تتمنى أن يكون أخوها وكل فتاة تتمنى أن تتزوج واحد مثله، لكن للأسف تونس لا تقدر مثل هكذا أشخاص. وهم الهائل من التعليقات كان أكثر من الجزائر الشرق يساهم بشكل كبير في شهرة قدور، ساهم أكثر في حضورها في عدد البرامج. شخصية ثانية ساهمت بشكل كبير في شهرة قدور اللي هي هيفاء مريزق، يمكن أغلب الناس يعرفوها من الفيديوهات. توبي من ذنبك يا هيفاء فحسابك لو تدرين دنا. هيفاء كما اغلب اللي يجيبوهم يخدموا في البرامج راها معبي بالمغالطات الدينيه والجهل ببرشا حاجات وتغطي الشيء هذا بالتحرر والتحضر. لكن على عكس هذا الفهري كانت علاقتها عدائيه مع قدور. هيفاء كانت مرات تتعارك مع قدور ومرات نلقاه تشكر فيه وتمدح في صفاته ووصلت بهم ساعات العلاقه توصل للتغزل اللي فيهم برشا وصفوه انه جرد شو بالشهر بالبرنامج. من الحلقات اللي خلت شخصيتهم وعلاقتهم تنتشر اكثر كانت الحلقه اللي في بدايه الموسم الجديد من برنامج استوديو نوف، وين هيفاء دخلت الحلقه وهي طاشت حليب صاروبه وغير محتشمه اللي خلى قدور يتنرفز وعيط عليها، خاصه في الموسم الفارط انت ترى وجد توبتها بعد ما عملت عمره. والله العظيم خيبة امل كبيره. تعرف علاش؟ لانه في الموسم الفارط
سبحان الله، قلت تحير الإيمان في قلبها هكا، وربي سبحانه رزقها الهداية وبسم الله ما شاء الله. في هذا بعيدا عن علاقتهم المعقدة نلقاو انه هيفا وغيادور ولو ثنائي معروف برشا وعمل الباس في الفترة ذيك، حاجة دخلت بعض الفئات تشك في نوايا قدور، خاصة ان تعاملاتهم في البلاتو بالنقد ياس، مرة تلقاه يشطح يغني ومرة تلقاه يفتي في الدين، لكن حتى مع التناقضات هذه فانه كانت الناس تغض طرف، خاصة انه في كل حلقة من البرنامج كان قدور يدعم في دوره ويرد على اي تصريحات تخالف الدين الاسلامي، ودور حق نجاح كبير خاصة في النقاشات مع شخصيات كبيرة في الاعلام كان حسام بن عثمان اللي معروف تصريحاتها المثيرة للجدل وشخصيتها المتليعب. الشهرة اللي حظى بها قدور في البرامج التونسية ما كانش بسبب تصريحاته وافكاره برك، كان زاد دعم المجتمع التونسي للدور اللي تقدم فيه في البرنامج والفائدة العامة اللي تحصل عليها الجمهور، والفرجة في شخص يحاول يمثل الدين الاسلامي في الاعلام. وكما نلقاو ناس تعظم في قدور نلقاو زاد ناس خذت راي مخالف ترى انه قدور منافق. واحدة من أكثر الحاجات اللي تخلي الناس تشك في إيمان قدور تصور المنافق كما قلت بيك علاقات المشبوهة مع الكرة الكريم، التغيير كبير يصير في الحلقات، يعني في حلقة تلقاه قاعد ينصح في الناس يبدو على الحرام، في حلقة أخرى تلقاه يغني مع الكرة الكريم اللي كان ينصح فيها بالتوبة. أكثر زوز علاقات مشبوهة عملهم قدور وساموا في شك الناس فيه كان هي علاقته بأساور بن محمد وهيفاء مريزة، بالأخص أساور بن محمد. أساور بن محمد كما هيفاء بالضبط تعارك معاه وصار برشا جدال في الحلقة بينه وبينه على حكاية الاحتشام، لكن أكثر حاجة خلت الناس يخيب ظنها في قدور هي تلاقوا تكلموا على جسدها بعد ما حضرها فكر سامي فهري، وفي اطار اللعبه اختار احسن فيزيك نتاع ممثل يعجبه، واختيار قدور الاساور ما كانش سبب المشكله، لكن طريقه صياغه الفكره في البرنامج كانت منافيه للاخلاق، خاصه انه قدور كان يحكي على حاجات جديه كما العرس والخطوبه في اطار هزلي. على نفس الحلقه صار ما بينه وبين اساور لحظه غزه، خاصه انهم يمثلوا انهم يتخطبوا في اطار الشو في البرنامج، ودو في الحلقه ذيك بعد برشا على المبادئ اللي كانت الناس تحترمها عليه. ما تلقى حبيبك خليكي. عميل التالي هادي زعيم يعاود يستدعى قدور في برنامج فكرة سامي الفهري، فقط الباباراتزي بداها أسئلة نجم يجيب مشاكل قدور كيف انه عنده علاقة بحركة حماسي في فلسطين، لأنه قدور كان قادر يتعامل مع أسئلة اللي تقالت له، كانوا بعد تسأل على الزواج العرفي اللي تعتبر واحدة من أكثر الأسئلة اللي هرب منها قدور تخل بعضه في لحظة ضعف يستغل هادي زعيم من لحظة، يحاولوا يربكوا يسألوا سؤال جريء ونجم يحطم له كاريره، وخلى قدور يختار بين الشرع والقانون. قدور من الارتباك قالوا انه في دولة قانون وما يحترم غير القانون، وهو شيء ما كانش لازم يتقال. انت لو انت ثابت عليك انك لا خويا معرس عرفي، لا احنا في دولة مؤسسات ودولة قانون وانا لا اخالف القانون. لحظة الضعف هذيك بانت ازدواجية المعايير عند قدور، خاطر الشرع حاجة من عند ربي والقانون اختراع بشري، وتونس قبل ما تكون دولة قانون راهي دولة إسلامية، والشيء اللي قاله قدور من غير ما يحس إنه القانون عنده أولى من اللي قال به ربي، وهكا كشف زيف إيمانه، وذاك علاش برشا الناس تعتبر قدور منافق، خاصة إنه تصرفاته في البلاتو وفي الدين تتبدل، اللي يخلي برشا ناس تخمم انه الشيء اللي يعمل فيه سكرت باش ينجح البرنامج. كمثال هيفا مريزق سالوها على علاقتها بقدور قالت انه يمثلوا ثنائي ناجح وانه علاقتهم في الدنيا مش كيف في البلاتو، وذاك اللي يزيد ياكد انه معظم الشيء اللي يعمل فيه قدور في البلاتو هو لغرض نجاح البرنامج وكاهو. المهم في الاخر قدور الارتيست وجه اعلام نجح برشا من الاخره، والشيء اللي عمله سواء حسن النيه منه ولا جرى تمثيل هذيك حاجه تخصه وحده.